مصر للإنتاج والتوزيع تقدم
سابقا في الأب الروحي. عايزكم كلكم تساعدوني في القرارات اللي أنا هاخدها بنفسي. يدي على كتفك. طب قربي لي كده بقى وطرطقي ودارك وفهميني كويس. فاكرة الواد تامر؟ قطعة سيرته حي وميت. تامر ما ماتش. أنا بحبك أوي. أنا بعشقك أصلا. يحيى العطار. يحيى العطار. انتي يحيى العطار. بابا قبل ما يموت الله يرحمه اختار اللي هيكمل ورا شغله. صالح هو اللي قتل بابا وانا لازم اخد حقه. وانا كمان لازم ارجع احارب لحد ما اخد الدار. مش هتحارب عشان يا حسن؟ حازم يا حبيبي انت بتشرب كوكايين، يعني ده ادمان. بس أنت لو اتعالجت هنا كل الناس هتعرف. لو أمك عرفت إن ابنها الصغير بيشد كوكايين تفتكر هيحصل لها إيه؟ دلوقتي اللي ماسك العيله عيل ومش عايز يشتغل، نفضل بقى احنا قاعدين عشان خاطره؟ ادعي لي يا أمي. بدعي لك يا حبيبي وقلبي راضي عنك. أنا غلطت لما مشيت وراك وسمعت كلامك. تأذيت الدور دي وضغيت اخواتك. مبسوط يعني لما عملت اللي انت عايزه وبعدت؟ والله صاحبي ما في حد مبسوط، ولا اللي اختار طريقه ولا اللي مجبر عليه. بس أنا شايفة إن إحنا من ساعة ما اتجوزنا ما بنتكلمش في أي حاجة غير في الشغل. انا يعني فكرت نفسي بقيت واحد من العيله بعد ما اتجوزنا. لما كنت في فرح في قصر العطار شفت واحده نجمه اعلاميه. بس ده مش مجالي خالص. عموما لو احتجت أي حاجة كلمني على طول. رقمي معاك ولا ضيعته؟ العملية دي لو تمت على خير هتنقلنا نقلة كبيرة قوي. ايه المقابل؟ يعني اتفقنا؟ لا لسه هنتفق. بالفجرية إن شاء الله تكون المخازن فضيت والبضاعة اتنقلت. مع السلامة يا صالح. هو صالح بيفضي المخازن كلها ليه يابا؟ نتقابل بكرة ونخرج في أي مكان، بس أهم حاجة يبقى بعد الاجتماع. احتمال كبير تخلص وما تلاقينيش. من النهاردة العيلة دي مش هتكون جزء من تجارة السلاح في البلد دي. انت عارفة اللي عمله صالح ده معناه ايه؟ عارفة ده هيوصل عيلة العطار لغاية فين؟ ابنك يا جيهان بيهد كل اللي عمله أبوه، ومش اللي عمله أبوه بس، لا ده بيهد اللي احنا عملناه كلنا. والله يا سليم انا ما فاهمه ليه عمل كده. انا حتى كنت قاعده معاه قبل الاجتماع ما قاليش انه هيعمل حاجه. انا مش فاهمه ايه اللي حصل. وبعد الاجتماع وصل الناس واخد عربيته ومشي ما قاليش رايح فين. هي آية اللي فضلت وراه لحد ما عمل اللي عمله. من الأول باين عليها إنها عايزة تبعده عننا. أكيد هي اللي أثرت عليه. الله يرحمه زين كان دايما يقول لي صالح ده دماغ لوحده مش زي بقية ولادي. وبعد كده لما مسك العيلة اتبسطت وقلت كبر وعقل وفهم. ولما مسك الشركة وابتدى يغير في الشغل فرحت بيه جدا. غير في الشغل وطوره ما قلناش حاجة، إنما بقى جه عند الشغل الأساسي، عند أكل عيشنا وطربق الدنيا على دماغنا. لا يا سليم مش لدرجة الطربقة إن شاء الله. هو بس لما يرجع من بره هقعد أتكلم معاه، ولو قال لي أي حاجة هبلغها لك على طول. مفيش وقت للكلام يا جيهان. هي كلمة واحدة أبرك من 10. يا يكمل اللي بدأناه أنا وأبوه، يا يقوم من على كرسي أبوه. وبعدين يا فتحي في الواد اللي اسمه صالح ده صحيح ادي اخرة المشي ورا العيال. على رأي المثل اللي يمشي ورا العيال ما يخلاش من القراطيس. قراطيس برضه يا فتحي؟ ماشي بس انا اتفاقي مع سليم ما ينفعش يبقى بخ. الله بخ ايه بس؟ الله انت بتتكلم في ايه؟ واحنا بنتفق مع واحد بتاع بلالين؟ ده سليم العطار، يعني الاتفاق هيتم. سيبه بس يظبط الدنيا وصالح. اولاد صالح ده بقى عامل لي زي اللقمه في الزور، يا تتبلع يا تقف في زورك وتموتك. مش قوي كده، على مهلك شويه. الموضوع هيتم، بس سيب سليم يظبط صالح عشان ما يبوظش شغل العيله. يبوظ اللي بوظه ان شاء الله يبوظ العيله كلها كمان، بس شغلي انا لا. قال على رأي المثل يا جاي على قوتي يا ناوي على موتي. معاش ولا كان؟ معاك حق، معاش ولا كان. يعني ايه ما اسموش تامر؟ لا اسمه نبيل المصري. طب ما تعرفش نقل العنوان ده امتى؟ عيب عليك، مسكت البواب وسنجفت وعرفت ان كان بقاله 5 سنين. كان شغال في البتاع اللي اسمها التنمية البشرية، وكان مسافر بره ورجع. بس بقول لك ايه، الواد ده لو مضايقك في حاجه خد لك كام عيل وراح شدلك وشه. يخرب بيتك ويخرب بيت سنينك، اوعى تعمل كده. معلش يا سمير، انا اسفه قوي، انا عارفه ان انا تعبك معايا. تعبك راح انا الدودة.
المهم انت لو عوزت اي حاجه كلميني. يلا سلام. سلام. مساء الخير يا طنط. مساء الخير يا مسلم. ايه الشنطه دي ايه؟ بعدين يا ماما. طبعا اذنكم. ممكن افهم ايه اللي انت عملته ده؟ عملت اللي كان لازم حد من عيلة العطارين في يوم من الأيام يجي ويعمله. عملت الصح. صح؟ صح ايه؟ بقى انت يا ابن امبارح هتيجي النهارده تعلمنا الصح؟ يا ابني احنا في الشغلانه دي من قبل ما انت تتولد. انا شعري شاب وعجزت فيها. انا كنت بروح. ما تقولي حاجه لابنك يا جيهان. هي كلمه واحده، انا هنسى اللي انت عملته، وانت هتكلم سراج وهتقول له انك هتكمل مع الشغل زي ما كان مترتب له. انت مش متخيل المصيبه اللي وقعتنا فيها بتصرفاتك. وبعدين انت وعدتني قبل الاجتماع. وعدتك يا ماما، وعدتك اني احافظ على اخواتي والم شمل العيله، مش اني تاجر في السلاح. وبعدين ما تجارتنا وشركاتنا بتكسب دلوقتي كويس جدا. ايه بقى اللي يخلينا نمشي في سكك تانية؟ وبعدين الكبير ينفع يبقى كبير في اي حاجه بيعملها، مش شرط بقى السلاح. انت كبير علشان احنا عاوزينك تكون كبير. كبير لانك ابن زين العطار، صاحب عمري وابن عمي. لكن بقى لو هتبقى كبير علشان تهد اللي بنيناه انا وابوك في سنين، يبقى لا، تتفضل تقعد تستريح ونشوف واحد تاني يكون قلبه على العيلة وعلى شغلها وعلى اسمها. انا قلت اللي عندي ومش هتكلم فيه تاني. استنى عندك، انا لسه ما خلصتش كلامي عشان تديني ظهرك وتمشي. اهدى بس يا سليم. خليك فاكر ان لولا ان انا وقفت في ظهرك لا كنت بقيت كبير ولا حاجة. عملت معاك زي ما عملت مع ابوك الله يرحمه. لكن اسمح لي واسمحي لي يا جيهان، انا مش هسيبك ابدا تضيع اللي بنيناه انا وابوك في سنين، حتى لو اضطريت اعمل حاجة انا مش عايز اعملها. ايه ده بقى يا عمي؟ ده تهديد؟ تقدر تعتبره كده. وانا قبلت تهديدك يا عمي. انت عارفه يا ماما ابنك الصغير بيعمل ايه في الدار؟ بيتعالج من المخدرات. بيتعالج من المخدرات اللي عمي سليم بيتاجر فيها بفلوسنا وشايلها في مخازننا. حسن كده انت كداب، الكلام ده مش حقيقي. انا كداب؟ اساليه. اولا انا ما اعرفش ان حازم بيتعاطى مخدرات، وبعدين اعمل لكم ايه يعني؟ انا كان لازم اعمل اي حاجه اي حد يقول لي عليها قصاد ان انا ارجع القصر ده وهيبه العيله. طباخ السم ده يا عمي، طباخ السم ده الكبير مات بالرصاص، والصغير مضروب بالبودرة. عايزين ايه تاني؟ عايزين تشتغلوا في ايه تاني عشان تقضوا على بقية العيلة وتموتوها؟ عشان ترتاحوا؟ انا هعمل اللي انا قلت عليه، والكل هيسمع كلامي بعد اذنكم. جيهان، أنا كنت مستني إنك تقومي بالسلامة علشان أحكي لك. وبعدين ما كلنا عملنا أي حاجة علشان خاطر نرجع القصر. أنت شخصياً اشتركتي في ده
لما حطيتي ايدك في ايد هناء الصايغ ام يحيى. انا عايزه اقابل سراج. مبسوط المكان هنا يا حازم؟ بصراحة لا، وحشتني مصر وماما وياسمين وسلمى وصحابي. معلش، هو في الاول كده بس ان شاء الله واحده واحده هتاخد على المكان وهتحبه. ما اعتقدش يا حسن، انا اصلا مش عارف صالح ليه ما سابنيش هناك واداني اي مصحة وخلاص. يا ابني صالح عمل كده عشان بيحبك، بعدين لو كان وداك اي مصحه تانية كل الناس هتعرف ان انت مدمن وهتبقى سيرتك انت والعيله كلها على كل لسان. بالعكس هو جابك في المكان الصح. طب والنبي بذمتك هتلاقي مكان اهدى من كده في عيال جدعان زي العيال دي؟ بصراحة العيال جدعة قوي، وكمان المكان هنا جميل. عارف المكان دوت انا عشت فيه اجمل ايام حياتي. ده بيتي الحقيقي، وخصوصا قبل ما اشوفها. Your girl ها؟ صاحبتك يعني بنت بتاع. دي مش بنت، دي ست البنات، تقدر تقول كده حرية زي اللي بيحكوا عنها في الحواديت. بس للأسف راحت. وانت سبتها تروح يا حسن؟ ما كانش قدامي حل تاني غير كده، مع ان الوعد ما بيننا كان مختلف تماما. غلطان يا حسن، اللي بيحب حد بيعمل اي حاجة عشان خاطره. ما كانش قدامي حل تاني غير ان اضحي. ما هو الحب كده يا حسن، كل ما تحب اكتر كل ما تضحي اكتر. وانت ضحيت بايه بقى يا عم حازم؟ انا ضحيت بنفسي. اديني اهو معاك في الدار. انت بقى ما ضحيتش بايه؟ انا ما ضحيتش بالدار. هي البنت كان اسمها ايه يا حسن؟ رحمة. شكلك كنت بتحبها قوي. يا لهوي، بحبها دي كلمة قليلة. أنا بموت فيها. عارف هي كانت دايما تقول لي إن كلمة حب دي كلمة عادية جدا ملهاش أي طعم، لحد ما تقابل الشخص المعين. هو الوحيد اللي يبقى معاه سرك، معاه مفتاح بيفتح بيه قلبك ويدخل ويقفل على نفسه جوه. ساعتها بيبقى ليها معنى وطعم. انت شوقتني قوي ان انا اشوفها. انت مش ناوي ترجع لها يا حسن؟ للأسف مبقاش ينفع خلاص. أنا اخترت الدار وخسرت رحمة. زكريا برضه اختار بس خسر نفسه. ولا حازم، بص بقى، لازم تخش تخلص كورس العلاج وهتبقى زي الفل. بس انا خايف يا حسن. ايه خايف دي يالا؟ ما ينفعش، ولاد زي العطار ما بيخافوش. وبعدين ايه اللي هيحصل يعني؟ ده هم شويه اعشاب كده خلطه احنا عاملينها، تاخدها وهتبقى زي الفل. بس كده؟ ممكن تقعد اسبوع بس محبوس في الاوضه لحد السم ما يخرج من جسمك، وساعتها هتبقى زي الفل. لازم تضحي يا معلم، مش انت اللي لسه قايل الكلام دوت؟ ضحي عشان كل اللي بيحبوك، وما تقلقش كلنا هنا جنبك. يعني انت هتبقى جنبي يا حسن؟ ايه يا ابني، انا هبقى في ظهرك وسندك يا اخويا. يلا على فكرة صالح، الحياة أقصر بكتير قوي من إن الواحد يضيعها في خناقات وفي صراعات، خصوصا إذا كانت الحاجات دي مش هتوصلنا لأي سعادة. إيه فايدة الفلوس إذا كانت مش هتوصلنا للسعادة؟ وإيه فايدة العيلة إذا كان كل واحد فينا في وادي؟ صح، وانا قلت لنفسي كده في الاخر، لو الدنيا دي هتخلينا نمشي في طرق احنا مش مختارينها بنفسنا، يبقى لازم نقف ونفوق وما نكملش في الطريق ده للاخر. برافو، انا مبسوط منك جدا انك خدت القرار الصح في الوقت الصح. انت فكرتني بنفسي زمان وانا صغير، كنت زيك كده، بس الفرق ان انا نفسي كان اقصر شويه منك. زهقت وهجيت من البلد. من حقك. انا كنت عند عمتك زينب وبتقول لك اللي انت عملته ده هيرجع المياه لمجاريها تاني. مفيش حاجه تلم الشمل غير انك تدي العدل لاصحابه.
عندك حق، ما اختلفناش، بس عمتي استعجلت على حقها وفضلت مصلحتها على مصلحة العيلة. حرام عليك، ما تظلمهاش، اديها حقها الشرعي. وانت عملت كتير، مش فاضل غير السهل، والسهل انك ترجع الحق لاصحابه. مش باين. ماما وعمي سليم مش ساكتين، وانا مش عارف بكره مخبي لي ايه تاني. ما تقلقش، ما تخافش، انت اللي عملته ده محدش هينساهولك ابدا. الحمد لله رب العالمين والشكر لله. راضي باللي انت فيه يا ابني؟ الحمد لله يا كبير، وفوق الرضا بشويتين كمان. ما شاء الله ما شاء الله. الرضا يحيى باب الله الأعظم، جنة الإنسان في الدنيا، بستان العارفين. بس الناس مش فاهمة، في ناس الدنيا سرقاها، وفي ناس الدنيا احنا ولاد النهارده يا باشا، والدنيا اللي زعلت زمان قابلت صالح دلوقتي، وانا قبلت الصلح. ايوه صح، عشان كده قبلت الصلح مع تيكا ومع عبير ومع رودي. انت فاكرني معرفش ولا ايه؟ نسيت ان انا كنت بشتغل ضابط شرطه؟ لا يا باشا، ما نسيتش، وما نسيتش برضو الطريقه اللي انتوا بتتكلموا بيها، طريقه الداخليه لما بيبقوا عايزين يعرفوا حاجه. ما تجيب من الاخر يا معالي الباشا وتقول لي عايز مني ايه؟ عايزك تفتح عينك وتاخد بالك من حقك كويس قوي، وانت اكبر واحد في ولاد سن العطار واقل واحد واخد حقه. ما انت لسه قايل يا باشا بعضمه لسانك، الرضا حلو بس العجز وحش. شايف قدامي واحد عاجز مش عارف يعمل حاجه، لو حطيت ايدك في ايدي هركبك على كل الناس، وهخليك كبير عيلة العطارين، وترجع للناس اللي شغلهم واقف حقوقهم. واضح يا باشا انك ما تعرفش كل حاجه، وما تعرفش ان يحيى العطار مش هو اللي يقوم اخوه الصغير عشان يقعد مكانه. بص يا يحيى، صالح كده كده هيقوم من مكانه، لو ما جيتش انت اي حد من بره هيجي ويركب الكرسي الفاضي. فكر يا يحيى، اشرب القهوة، اشرب القهوة يا ابني، اشرب القهوة. انا بقيتش فاهم حاجه يا ياسمين، ده انت ناقص تختاري لي هدومه وتاكليه من ايديكي. ايه الطريقه اللي بتكلمني بيها دي يا اياد؟ طريقه؟ هي طريقه دلوقتي ما بقتش عاجباكي لمجرد ان بتكلم عن ولد تافه زي ده؟ ده انا بقيت حاسس ان ليه فيك اكتر مني. انا مش مصدقه انك بتقارن نفسك ب8. اياد 8 ده انقذ حياتي، ده وقف جنبي ما كانش في اي حد جنبي، واي حاجه انا بعملها معاه مجرد رد جميل مش اكتر من كده. وشغلتيه في القصر، وهو دلوقتي عايش عيشه ما كانش يحلم بيها اصلا. اعتقد بقى ده رد كافي جدا للجميل اللي انت بتتكلمي عليه. هو انت شايف ان انقاذ حياتي يا اياد ما يستاهلش اني اعمل كده؟ ياسمين، انت عارفه ان انت غاليه عندي ازاي، بس حقيقتي انت مش هتصلحي الكون. ده ولد بلطجي وهيفضل طول عمره بلطجي مهما حاولت انت تغيري فيه. وبعدين بصراحه بقى انا حاسس ان انت متغيره من ساعه ما رجعتي من السفر. انا مش متغيره ولا اي حاجه، انت بس اللي مكبر المواضيع، مش فاهمه ليه. يمكن الفتره اللي فاتت برضو ما كانتش سهله يا ياسمين، ومحدش فيكم عارف انا تعبت قد ايه مع صالح في الشركه لحد ما وصلناها للمستوى اللي هي فيه دلوقتي. انت متغير قوي على فكره، زمان كان بيبقى نفسي تبقى جزء من العيله، انما دلوقتي بقيت حاسه ان العيله والشغل واخدينك مني. ومصلحتي ومصلحه العيله واحد يا ياسمين. هو ده اللي فارق معاك؟ مصلحتك؟ ياسمين، ما تفهميش الكلام على مزاجك، انا اقصد ان مصلحتي ومصلحتك واحد. انا مش فاهمه هو البيت كله متكهرب كده ليه؟ هو الاجتماع ده كان فيه ايه بالظبط؟ ايوه، يعني انا برضو مش قادر افهم انت ليه عايز تمشي من القصر. عشان مش هي دي الحياه اللي انا عايز اعيشها. انا ما سبتش الدار عشان اتحبس في قصر. تاني هتقول لي حبس يا امير؟
طب والله انت كان لازم تتمرمط في حياتك وعشان تقدر قيمه النعمه اللي انت فيها دي. سبحان الله يا اخي، لا اللي كده مرتاح ولا اللي كده مرتاح. على راي استاذ حسين الجسمي، محدش مرتاح. بقول لك يا تمانية، انت عارف ربنا خلقنا في الدنيا دي ليه؟ لا. طب انا هقول لك ليه. ربنا خلقنا في الدنيا دي عشان نمشي في الارض، نعيش، ناكل، نشبع، نجوع، تضيق علينا، توسع بينا. حياه يا تمانية، حياه. ايوه، ما هو انت ما تتبطرش على النعمه اللي انت فيها وتقول لي الحياه يا تمانية، الحياه. بص يا تمانية، احنا عمرنا ما هنفهم بعض. ليه يا عم؟ ليه؟ لعلمك انا متعلم ومعايا كورسات ICDM، ده اللي انت ما تعرفوش عن تمانية. طب بص يا عم المتعلم، لا انت عشت عشتي وانا اتربيت زيك. من الاخر يعني انا وانت ومشتين مختلفين عن بعض. طب بص يا عم الترزي، احنا الاتنين عيشتنا زي بعض. صدقنا ابو شريك، لو جيت تحسبها هتلاقي ان احنا الاتنين شبه بعض. انت ما تربيتش في بيتك وانا ما تربيتش في بيتنا. انت اتربيت في الدار وانا اتربيت في الشارع. يعني طولها زي عرضها يا ابو شريك. حلو قوي، طولها زي عرضها. سيبني بقى اقيسها بنفسي. معاك متر؟ هقيسها بالشبر. معاك شبر؟ اهو. بسم الله الملك الحق المبين. من يوم ما اخترتوني اخوكم الكبير للدار وانا شايل على كتافي هم كبير. هم ان الم شمل كل اخواتنا اللي اتفرقوا. مين مننا ما غلطش؟ بس اللي غلط وعارف انه غلط بيحاول يرجع عن طريق الغلط دوت. وزي ما عم سلام الله يرحمه كان بيقول، ترجع من نقطة البداية أحسن بكتير إنك تكمل في خط الغلط. وأخوكم عمار أهو رجع من تاني، وأنا نفسي كلكم تسامحوني زي ما أنا سامحته بالظبط. عمار، عايز تقول حاجة لإخواتك؟ قول. أنا عايز أعتذر لكم واحد واحد. عايز أعتذر لحسن وعزيز وعبيدة. بعتذر لك يا وليد أنت ورزق وعبد الرحيم. كلكم من الكبير قبل الصغير. أنا غلطت في حقكم وغلطت في حق الدار اللي ربتني وعلمتني. مفيش حاجة تغفر الغلط ولا في حاجة تبرر اللي أنا عملته. أنا عايزكم تسامحوني مش عشان أنا اللي كويس، لأ، عشان انتم اللي كويسين. اللي حصل من يوم ما سميح مسك الدار انا بعتبره صفحه سودا في تاريخنا، ونفسي نمسح الصفحه دي خالص، بس مش هقدر امسحها لوحدي. انا عن نفسي مسامح في حقي لو كان اي حد من اخواتي هنا داس عليه، بس عهد الدار بيقول لو حد فيكم مش مسامح في حقه عند عمار يبقى هيرجع تاني السجن. اللي ليه مظلمه عند عمار يقولها، واللي هيسامح ليوم الدين. أنا مسامح عمار. وأنا كمان سامحته. وانا كمان سامحته. وانا كمان سامحته. وانا كمان مسامحك. وانا كمان مسامحك. وانا كمان مسامحك. وانا كمان مسامحك يا عمار. وانا كمان مسامحك. وانا كمان سامحته. وانا كمان سامحته. يلا تعالوا سلموا على اخوكم. أنا متأسف جدا لأني بعتقد اللي رح أقوله هلأ ما رح يعجبكم، إنما حتى ترجع الأمور مثل ما كانت صالح لازم يصير برات اللعبة. حضرتك بتقول ايه؟ مستحيل. اللي انت بتقوله ده مستحيل يحصل. انا اول واحدة مش هوافق عليه. شوف يا مسيو سراج، اللي حصل في الاجتماع اللي فات يتحل، لكن صالح العطار هو كبير عيلة العطار وهيفضل كبيرها، ولو الدنيا كلها وقفت قصاده احنا هنقف معاه. بتمنى انك ما تفهمني غلط، انا مش واقف ضده، بالعكس
هو اللي وقف ضدنا. صارت مرقة فترة شهور وما عملنا إلا عملية وحدة، ومهما كان ربحها هالعملية ما بتكفي المصاريف وانت عارف هيك، وبالنتيجة كلنا خسرانين. الفترة اللي فاتت كانت صعبة على العيلة كلها يسرق بيه، وما تنساش كمان ان صالح طول عمره بعيد عن شغلنا. والأهم من كده يا مس يسراج، مش عايزك تنسى إن الشركة بره بتتعامل مع اسم عيلة العطار، فسيب بقى عيلة العطار تحل مشاكلها بنفسها وتلعب اللعبة زي ما هي شايفة. عيلة العطار عملت اسمها في السوق وتعرف تحافظ عليه كويس. هلا صحيح أنا وظيفتي مندوب ما بين الشركة وبينكم، واللي بتشوفوا الشركة طبعا بتشوف أكتر مني شو اللي عم يحصل هون، إنما رأيي الشخصي وبصراحة كمان أنا شايف إنه اللي عم يحصل مش منيح أبدا. قلنا لك ان اللي حصل ده يخص العيلة بس، وهنحله الاجتماع الجاي. بتمنى لأنه لو حصل غير هيك عائلة العطارين هن اللي رح يكونوا خسرانين. الو، ازيك يا نادية، عامله ايه؟ يحيى، كنت عايز على الاول وما عرفتيش صوتي. ازاي بقى؟ ده حتى عالية تزعل مني، ما بتبطلش سؤال عليك. هي كمان وحشتني قوي، عقبال ما تشوفي زين لمت زيها كده. ليه بس كده؟ حرام عليك. لا، زين ان شاء الله هيطلع هادي وعاقل زي جده الله يرحمه. الله يرحمه. عموما يعني انا بتصل بيكي عشان اقول لك ان لو احتجتي اي حاجه ما تنسيش ان زكريا سايب اخ اسمه يحيى. ربنا يخليك يا يحيى، وانت اخويا انا كمان. عامه لو بتحب تشرب قهوه يبقى تعالى اشربها معايا اي وقت. اكيد. سلمي لي على عليا وزين كتير. مع السلامه. أنا لولا إني بحبك وبخاف على زعلك أنا ما كنت سمحت لك تخرجي من الأسرة ولو لخطوة واحدة. بس تمام يا آية، ممكن بقى نرجع بيتنا وهناك نتكلم في أي حاجة أنت عايزة تتكلمي فيها. احنا بقالنا كتير بنقول الكلام ده، كل مرة بقول ممكن تحس، ممكن تتغير، بس أنا حاسة إن ده مش هيحصل. هيحصل والله العظيم هيحصل. انت عارفة مشكلتك ايه؟ ان انت ما بتثقيش في اقرب الناس ليكي، جوزك وحبيبك. يا بنتي انا ما فيش لحظة في عمري نسيت فيها وعد ليكي. صحيح، بأمارة إنك قتلت وتاجرت ورجعت تاني للكرسي وعملت عكس كل اللي اتفقنا عليه. انت مش فاهمة حاجة يا ايه. أنا عملت كل ده علشان العيلة ما تقعش، غصب عني والله العظيم غصب عني. كان لازم أعمل زي اللي قبلي وأمشي في نفس سكتهم علشان أحاول ألم شمل العيلة من تاني. متحاولش تقنعني إن أنت مجبر. كنت ممكن أصدق ده زمان، بس بعد اللي أنت عملته اتأكدت إنك بتعمل كده بمزاجك. انت واخد طريق الموت يا صالح، وانا عندي قهوه اني اموت ولا اني اشوف ان ده بيحصل لك، وعشان بحبك انا مش هرجع. طب ولو قلت لك يا ان النهارده وقفت كل شغل العيله في تجاره السلاح والمخدرات؟ عملت كده عشان بحبك ومستعد لأي رد فعل من أي حد، بس عايزك تبقي جنبي عشان أنا محتاج لك ومعرفش اللي جاي هيبقى عامل إزاي. أنا عملت كل ده علشانك وعشان وحشني صالح اللي انتي بتحبيه. عشت أيام سودا مش عايزة أفتكرها. كنت لوحدي، اتخطفت واتجوزت غصب عني رغم إن علي ما عملش معايا أي حاجة وحشة، بس عارفة إحساس القهر اللي كان جوايا ده كان بيقتلني. ساعتها بس حسيت إن الدنيا بتضيق قوي. عم شريف مات
وبعديه بابا. اخويا حازم بيتضرب نار على رجله قدامي وانا واقفه مش عارفه اعمل حاجه. انا كنت في كابوس يا ندى، كنت في كابوس وحاسه ان انا مش هصحى منه. طب خلاص، الحمد لله ان الكابوس ده خلاص خلص. كويس ان انت معاكي علي، الله اعلم لو كان واحد تاني كان زمانك فين دلوقتي. عندك حق الحمد لله. عارفه ساعات بحس ان ربنا عوضني بنبيل، يعني طيب وحنين، مخليني رقم واحد في حياته. انا كنت خلاص فقدت الامل ان الاقي حد كويس او حد احس ان انا عارفاه من زمان. ده بقى مش حاسه ان انا عارفاه بس، لا، حاسه ان انا عارفاه وعاشرته وكلمته وكل حاجه. تحبيه للدرجه دي؟ واكتر من كده بكتير. اقول لك نصيحه، يوم ما تفكري تتجوزي اوعي تتجوزي لاي سبب غير الحب. الفلوس والمركز والمنصب كل ده هيروح، الحاجه الوحيده اللي هتبقى لك هنا ده هي الحب. ها قولي لي بقى، عامله ايه في شغلك الجديد؟ مش هشوفك على الشاشه قريب ولا ايه؟ على الشاشه مره واحده يا بنتي؟ انا شغلي عباره عن حاجه قد كده. طب وايه رايك فيه؟ اكيد احسن من القعده في البيت يعني. لا اكيد مش قصدي على الشغل، قصدي على مروان. مروان؟ مروان ماله يعني؟ وبعدين انا ومروان صحاب شغل بس، وكمان انا مش بفكر ارتبط خالص الفتره دي. لا فكك، تفكري او ما تفكريش انت هتلاقي حاجه لوحدها كده بتيجي بتخبط على قلبك. عارفه يا ندى، رغم ان احنا عارفين بعض مش بقالنا كتير ولا اتربينا مع بعض ولا اي حاجه، الا اني حاسه ان انا عارفاكي من بدري. مش عارفه حاساكي مني كده. ما هو دم العطارين اللي بيجري فينا ده مش من شويه. اكيد طبعا. لا واضح فعلا اللي هو صاحب شغل بس. قلتلك. انت فاهمه يعني ان اللي صالح عمله ده مش بس عشان الشغل؟ امال عشان ايه؟ يعني عشان الحوارات القديمه اللي كانت ما بينكم. طب قولي يا يحيى، تفتكر ايه اللي وداني الاجتماع ده وانا عارفه ان صالح هو اللي فضل ورا اذى ابويا لحد ما مات؟ عشان نصيبك ونصيب هاشم بيه الله يرحمه محدش ياخده. انا عارفه ان سيف وسليم هياخدوا من نصيب ابويا بعد اللي حصل له. امال عشان ايه؟ عشان صالح ما يفتكرش انه كسرني انا وابويا، عشان ما حدش يفتكر لو للحظه ان عيله الدهبي راحت، وان اللي حصل لنا ده هيخلينا زي ما احنا واحسن كمان. صدقني انا اخر حاجه بفكر فيها اللي كان بيني وبين صالح. صالح بالنسبه لي دلوقتي هو الراجل اللي قتل ابويا وبس. ناوي على ايه ريهام؟ ابويا اخر حاجه قالها كان اسمك. ما كنتش فاهمه في الاول، بس عشان انا كنت عارفه هو قد ايه بيحبك وبيثق فيك، فمتاكده ان دي كانت وصيته. ابويا كان عايزك جنبي. تتجوزني يا يحيى؟